طيب، لنتخيل معا هذا المشهد. يفتح المرء دساتير بلده ويقرأ بفخر نصوصا تحتفي بلغته الأم وثقافتها الأصلية، ويعني يجدها في أعلى مراتب التشريع والاعتراف الرسمي. يبدو الأمر وكأنه انتصار تاريخي كبير، صح؟ بالضبط، انتصار عظيم على الورق، لكن بمجرد الخروج من باب المنزل والمشي في الشارع أو الدخول إلى دائرة حكومية لاستخراج وثيقة بسيطة أو حتى الجلوس في قاعة محكمة، يكتشف المرء أن هذه اللغة غير موجودة تماماً. كأنها تبخرت تماماً، بل وهناك آلة غير مرئية تعمل بصمت وفاعلية شديدة لتهميشها وإبعادها عن أي استخدام يومي حقيقي. والسؤال هنا: كيف يمكن لدولة أن ترفع ثقافة ما وتضعها كتاج على ورق الدستور بينما تقوم فعليا بتجريدها من أي قوة على أرض الواقع؟ شوف، هذا التناقض العجيب هو ما يجعل دراسة الهويات وعلاقتها بالسلطة أمراً يستحق التفكيك فعلاً. نحن عادة نميل إلى تبسيط الأمور، نقول إما أن الدولة تعترف بلغة وتدعمها أو تمنعها وتحاربها. أبيض أو أسود يعني. صحيح، أبيض وأسود. لكن في عالم السياسات البراغماتية وإدارة الشعوب، غالباً ما يتم تحويل الاعتراف الرسمي نفسه إلى أداة للسيطرة والاحتواء، وليس للتمكين الحقيقي أبداً. وهذا التناقض المعقد هو جوهر ما سنقوم بتشريحه في جلسة الاستكشاف المعمق اليوم. نحن نغوص اليوم في مقال تحليلي للكاتب جيمس عودي يحمل عنوانا مثيرا جدا للاهتمام، وهو النفاق الهوياتي فيما يسمى بالعالم العربي. عنوان قوي جدا. وهذا المقال يتخذ من الجزائر نموذجا تطبيقيا لدراسة هذه الظاهرة. يعني مهمتنا اليوم هي فهم الآليات الدقيقة التي تتعامل بها السلطات مع مسألة الهوية الأمازيغية، وكيف تتحول هوية ذات جذور تمتد لآلاف السنين إلى مجرد ورقة تدار بها الأزمات السياسية. طيب، قبل أن نبدأ في تفكيك هذه الآليات، من الضروري جدا جدا أن نضع إطاراً واضحاً لهذه الجلسة. المادة المصدرية التي نناقشها اليوم، مقال مسعودي، هي مادة مشحونة بآراء سياسية وأيديولوجية حادة، وتقدم قراءة نقدية لاذعة للواقع. قراءة قاسية في بعض الأماكن، نعم. لا المعسكر اليميني ولا اليساري، ولا نروج لوجهات النظر الواردة في النص أو نعتبرها حقائق مطلقة. أكيد. دورنا هنا يقتصر حصرياً على النقل المحايد وتحليل الأفكار والميكانيزمات التي يطرحها الكاتب. نحن نحاول فهم كيف تتشكل الهويات وكيف يمكن التلاعب بها. يعني نحن فقط نقرأ الخريطة التي رسمها الكاتب لنفهم تضاريسها، لكننا لا نملي على أي شخص الوجهة التي يجب أن يسلكها. هذا الإطار مهم للغاية، لأننا سنتعامل مع مفاهيم تمس صميم الانتماء. طيب، دعنا نبدأ من نقطة الانطلاق التي اختارها الكاتب، وهي القمة، أعني الدستور والتصريحات الرسمية لكبار المسؤولين. كيف يتم تأطير الهوية نظرياً؟ بالضبط. المثير هنا هو كيف يشير النص إلى أن مسودة الدستور الجزائري تنص صراحة على أن الجزائر أرض عربية، ثم يتطرق المقال إلى تصريح لوزير الشؤون الدينية يصف فيه البلاد بأنها اقتباس أرض عقبة، نعم. في إشارة واضحة طبعا للفاتح الإسلامي عقبة بن نافع. سؤالي هنا: ما الذي يحدث عندما يتم اختزال تاريخ طويل جدا في هذا البعد الواحد فقط؟ شوف، عندما يتم استخدام مصطلح مثل أرض عقبة في خطاب رسمي للدولة، فهذا ليس مجرد زلة لسان، ولا هو مجرد وصف تاريخي عابر. هذه عملية هندسة هوياتية متعمدة. هندسة هوياتية، مصطلح ثقيل جدا، لأن المنطقة تمتلك تاريخا مركبا يمتد لآلاف السنين بآثار وثقافات ولغات سبقت الفتح الإسلامي بقرون طويلة. اختزال كل هذا التعقيد في بعد ديني وإثني أحادي يهدف فعليا
فعليا إلى خلق نقطة بداية جديدة للتاريخ، كأن ما قبل ذلك لم يكن موجودا. أو كان مجرد تمهيد. تماما. ولكن الأهم من ذلك في هذا الخطاب هو المقولة التي يركز عليها المقال بقوة، مقولة تناوب على ترديدها رؤساء متعاقبون، بدءا من الشاذلي بن جديد، مرورا بعبد العزيز بوتفليقة، وصولا إلى عبد المجيد تبون. وما هي هذه المقولة؟ المقولة هي الجزائريون أمازيغ عربهم الإسلام. الجزائريون أمازيغ عربهم الإسلام. هذه المقولة تبدو في ظاهرها وكأنها محاولة للتوفيق، أليس كذلك؟ كيف يعني؟ يعني كأنها تعترف بالأصل الأمازيغي، تقول نعم أنتم أمازيغ، لكنها تضع نتيجة نهائية حتمية وهي التعريب. بالضبط. وهنا تكمن العبقرية السياسية، أو ما يصفه الكاتب بالمراوغة والالتفاف. طيب دعنا نضعها في إطار مبسط ومجازي. الأمر أشبه بأن شخصاً يقوم بشراء منزل تاريخي عريق مبني من حجارة نادرة وقديمة جداً، ثم يأتي ويقوم بطلاء هذا المنزل بالكامل بلون جديد ومختلف. مهم. تشبيه جميل، وبدلاً من أن ينكر وجود الحجارة القديمة تحت الطلاء فإنه يعترف بها، يقول نعم هناك حجارة قديمة، ولكنه يقنع الجميع بأن تلك الحجارة كانت مجرد مرحلة تمهيدية أو أساس مؤقت لوضع هذا الطلاء الجديد، ويصبح هذا الطلاء هو الهوية النهائية والقدر المحتوم للمنزل. يا سلام، هذا التشبيه يلخص الفكرة تماما. الطلاء الجديد يصبح هو الحقيقة الوحيدة المعتمدة. إذن يتم استخدام الاعتراف بالأصل كمبرر لمسحه وتجاوزه. والأخطر من ذلك هو استخدام العامل الديني في هذه المعادلة، صح؟ صح، وهذا ما يشدد عليه الكاتب. عندما يتم ربط مسار التعريب اللغوي والثقافي بالدين الإسلامي، أنت هنا تضفي شرعية مقدسة على سياسة حكومية دنيوية بحتة. يعني التعريب يصبح جزءاً من الدين. في نظر الخطاب الرسمي، نعم، التعريب كسياسة إيديولوجية يمكن للمواطنين أن يناقشوها، يرفضوها، أو حتى يطالبوا بتعديلها. لكن بمجرد أن تربطها بالدين، يتحول التعريب من خيار سياسي قابل للنقاش إلى قدر إلهي. فهمت. وماذا يحدث إذا حاول أي شخص معارضة هذه السياسة اللغوية؟ هذا هو الفخ. لن ينظر إليه كمواطن عادي يطالب بحقوق ثقافية أو لغوية، بل سيتم تصويره فوراً وفي نفس اللحظة على أنه يعارض الدين الإسلامي نفسه. إنه درع مثالي، درع يحمي السلطة من أي مساءلة حول سياساتها اللغوية. عجيب. لكن هذا يطرح تساؤلاً منطقياً جداً الآن. إذا كان الخطاب الرسمي يمتلك هذا الدرع الديني القوي ويصر على أحادية الهوية، فلماذا تراجعت الدولة وقررت الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية ورسمية في الدستوريات اللاحقة؟ متى وكيف حدث هذا التحول البراغماتي أصلاً؟ التحول هذا لم يأتي أبداً نتيجة صحوة مفاجئة في دوائر صنع القرار حول أهمية التنوع الثقافي كما قد يظن البعض. المقال يوضح بشكل جلي أن هذا الاعتراف انتزع من الشارع انتزاعاً عبر عقود طويلة من الضغط الشعبي الهائل. نحن نتحدث عن أحداث تاريخية هنا. نعم، محطات مفصلية ومؤلمة جداً. تحديداً ما يعرف بالربيع الأمازيغي في عام 1980. اندلعت وقتها احتجاجات واسعة في منطقة القبائل للمطالبة بالاعتراف باللغة وثقافة، وتم قمعها بشدة. ثم جاءت أحداث الربيع الأسود بين عامي 2001 و2004، وهذه كانت أكثر دموية للأسف. شهدت مواجهات عنيفة جدا بين المتظاهرين وقوات الأمن، وسقط فيها العشرات. يعني الشارع كان يغلي، ولم يعد التجاهل خيارا متاحا للسلطة بأي شكل من الأشكال. ولكن الاستنتاج الذي يصل إليه الكاتب هو أن استجابة السلطة المتمثلة في الترسيم والاعتراف المؤسساتي لم تكن سوى محاولة لاحتواء هذا الغضب، وليست تلبية حقيقية للمطالب. يعني النص يتحدث عن تأسيس الأكاديمية الأمازيغية التي سرعان ما اختفت. وجدت في مهدها، نعم. بالضبط. ثم جاء إنشاء المجلس الأعلى للأمازيغية. وهنا سؤالي، نظرياً وجود مجلس أعلى لحماية اللغة يبدو خطوة ممتازة جداً. كيف يمكن أن يكون هذا فخاً؟ الفخ، زي ما يقولون، يكمن في التفاصيل.
التفاصيل الإدارية والبيروقراطية تحديداً. هذا المجلس كلف رسمياً بمهمة تبدو نبيلة جداً، وهي تطوير اللهجات الأمازيغية لتوحيدها. جميل، أين المشكلة؟ المشكلة هي ما حدث على أرض الواقع. بدلاً من العمل بجدية على إنتاج لغة أمازيغية معيارية وموحدة، يعني لغة واحدة يمكن تدريسها في كل المدارس، استخدامها في نشرات الأخبار الرسمية والإدارة الحكومية، تم إغراق هذا المجلس في متاهة اللهجات المحلية المتعددة. يعني بدلاً من التركيز على بناء هيكل واحد متماسك، تم تشتيت الجهود عمداً في تفاصيل صغيرة تمنع تشكيل تلك اللغة الموحدة التي ربما كانت ستنافس اللغة الرسمية الأولى. تماماً. تم إدارة اللهجات لتأجيل التوحيد، بل إن الأمر يصل إلى مستوى من الشلل البيروقراطي قد يبدو عبثياً ومضحكاً نوعاً ما. كيف؟ أعطني مثالاً. يشير الكاتب إلى أن هذا المجلس المكلف بتطوير الأمازيغية تم تجريده من الصلاحية الأساسية والأولى لأي لغة، وهي اختيار الحرف أو الأبجدية التي يجب أن تكتب بها. معقول؟ لا يملكون حتى صلاحية اختيار الحرف؟ لا يملكون. هل تكتب بحرف التيفيناغي الأصلي التاريخي، أم بالحرف اللاتيني الذي يسهل استخدامه تقنياً وأكاديمياً ويميل إليه الكثير من المناضلين، أم بالحرف العربي الذي تفضله السلطة لربطها بالهوية الإسلامية؟ هذا النقاش الجوهري ترك معلقاً في الهواء، والمجلس لا يملك قرار الحسم فيه أبداً. إذن يطلب من مؤسسة أن تطور لغة وتدخلها إلى المدارس والجامعات، لكنها لا تملك حق تقرير الحروف التي ستطبع بها المناهج. هذا يعني هذا يشبه تماما أن تعطي شخصا سيارة ولكنها منزوعة المحرك. سيارة بلا محرك، تشبيه دقيق. تقول له: هذه سيارتك الرسمية مسجلة باسمك، وهناك ميزانية مخصصة لتلميعها وتنظيفها. لكنه عندما يجلس خلف المقود يكتشف أنه لا يستطيع التحرك بها بوصة واحدة للأمام. بالضبط. وهكذا تعمل البيروقراطية كأداة خنق ناعمة. يتم إنشاء مؤسسة وتخصيص ميزانية وتعيين موظفين ومدراء ليظهر للعالم وللمحتجين أن الدولة تعترف وتعمل، بينما في الحقيقة تم تصميم الآلية بأكملها لضمان عدم حدوث أي تقدم فعلي. الأمازيغية إذن كما يستنتج من النص أصبحت ممكنة على الورق فقط. على الورق فقط، وفي أروقة بيروقراطية مغلقة. طيب، إذا كانت الدولة قد قررت استخدام المؤسسات لتجميد اللغة بذكاء وهدوء كما تقولين، فلماذا يترافق هذا التجميد البيروقراطي مع عنف لفظي واضح في المجال العام؟ نصل هنا إلى نقطة يصفها الكاتب بالتسامح المريب مع خطاب الإقصاء. نعم، التسامح المريب. يبدو أن هناك تياراً يسمح له بمهاجمة الهوية الأمازيغية علناً وبصوت عال دون أي رادع. ما القصة هنا؟ النص يسلط الضوء على ما يسميه الكاتب بالمعسكرين البلغيثي والبنكولي. ما هما هذان المعسكران؟ للإيضاح فقط، هذه إشارات إلى شخصيات أو تيارات محددة في المجتمع تتبنى خطاباً قومياً عروبياً إسلاموياً متشدداً جداً. هذا التيار لا يكتفي بالترويج لهويته هو، بل يمارس هجوماً ممهجاً على الهوية الأمازيغية. هجوما من أي نوع؟ نحن نتحدث عن تزوير صريح للتاريخ واتهامات بالخيانة لرموز تاريخية أمازيغية، يعني وصفهم بالعمالة للاستعمار أو حتى بالردة عن الدين. وهناك استهزاء علني بالموروث الثقافي ككل، ودعوات صريحة لرفض الأمازيغية جملة وتفصيلا عبر الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي. مهلا، دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا قليلا. تفضل. الحكومات بشكل عام، يعني حتى في الدول المتقدمة، تعاني من بطء شديد في تنظيم الفضاء الرقمي والسيطرة على خطاب الكراهية. ألا يمكن أن يكون صمت الدولة هنا مجرد بيروقراطية بطيئة أو عجز تقني عن ملاحقة كل ما يكتب؟ نعم. أو ربما تتزرع الدولة بمبدأ حرية التعبير وتترك أطياف المجتمع تتناقش. هل الكاتب متأكد تماما من أن هذا تواطؤ متعمد ومؤامرة وليس مجرد فوضى إعلامية معتادة؟ هذا الطرح وجيه جدا، وهو بالمناسبة التبرير الذي تلجأ إليه عادة المؤسسات الرسمية عند مواجهتها بمثل هذه الانتقادات.
تقول لك نحن ندعم حرية التعبير. لكن إذا نظرنا إلى طبيعة الأنظمة المركزية التي تتحكم بقوة في الفضاء العام، فإن هذه الحجة تسقط بسرعة كبيرة. في مثل هذه البيئات السياسية، الدولة قادرة على التحرك بلمح البصر لإسكات أصوات معارضة لسياساتها. صح، نرى هذا يحدث كثيراً. بالضبط. يمكن سجن أشخاص بسبب منشورات أو تغريدات تنتقد مسؤولين أو حتى سياسات اقتصادية بسيطة. فعندما تمتلك الدولة هذه القدرة الفائقة على المراقبة والمنع السريع، ثم تقف صامتة تماماً أمام حملات تخوين ممنهجة تطال مكوناً رئيسياً معترفاً به في دستورها الخاص، فإن الصمت هنا لم يعد غياباً للفعل. الصمت يصبح رسالة. نعم، الصمت هنا هو موقف نشط. يعني غياب التدخل هو بحد ذاته سياسة مدروسة؟ 100%. الأنظمة الموجهة تستفيد جدا من هذا الصمت لسببين رئيسيين. أولا، هذا يعفي السلطة الرسمية من أي حرج قانوني أو دولي، فلا يمكن اتهام الحكومة بأنها تقمع الأمازيغية، لأن من يقوم بالهجوم هم مجرد كتاب أو نشطاء أو تيارات مجتمعية. هم ينظفون أيديهم من الأمر. بالضبط. وثانياً، وهو الأهم برأيي، هذا الهجوم المستمر يجبر المكون الأمازيغي على البقاء في حالة دفاع دائم عن النفس. استنزاف تكتيكي وذكي. بدلاً من أن يركز النشطاء على المطالبة بتطوير لغتهم وتمويل برامجهم التعليمية والمطالبة بحقوقهم السياسية العميقة، يجدون أنفسهم مستنزفين في معارك جانبية يومية لا تنتهي، فقط لإثبات وطنيتهم وأنهم ليسوا عملاء للاستعمار. وكما يستخلص الكاتب، هذا الصمت الرسمي يقرأ وتترجم آثاره على أنه تزكية ضمنية من السلطة لخطاب الإقصاء هذا. واو، هذا يربط الأمور ببعضها بشكل مخيف صراحة. يعني لدينا خطاب مزدوج في الأعلى يستغل الدين، ومؤسسات في المنتصف مصممة للشلل البيروقراطي كسيارة بلا محرك، وساحة إعلامية في الأسفل متروكة لخطاب التخوين لإنهاك النشطاء. منظومة متكاملة. نعم، منظومة. وكل هذه الآليات ليست منفصلة إذن، بل يبدو أنها تخدم خطة أطول مدى بكثير. الكاتب يشير بوضوح إلى أن هذه الاستراتيجية تتركز بشكل عنيف على منطقة بعينها، وهي منطقة القبائل التي يصفها بأنها قلعة النضال الأمازيغي. ماذا يحدث هناك تحديداً؟ التحليل في المقال يشير إلى وجود استراتيجية متعمدة لخنق منطقة القبائل ثقافياً وسياسياً. السلطة تدرك جيداً تاريخ هذه المنطقة، وتعرف أن هذه الجغرافيا تحديداً كانت دائماً هي المحرك الأساسي للحراك المدافع عن الهوية. لكن ما يحدث هناك الآن ليس مجرد تهميش اقتصادي أو عقاب مؤقت على تظاهرة سابقة، بل نحن نقف أمام ما يمكن تسميته بهندسة اجتماعية على المدى البعيد. هندسة اجتماعية، هذا المصطلح دائما ما يوحي لي بعمليات بطيئة ومعقدة تعمل تحت الرادار لتغير تركيبة المجتمعات. كيف يتم تطبيق هذه الهندسة فعليا لتفكيك هوية لغوية وثقافية؟ كيف تبدو هذه العملية على أرض الواقع بالنسبة للمواطن العادي؟ هي تعمل من خلال عاملين أساسيين: الزمن والتحكم في الموارد. بعد الانفجارات الشعبية في الثمانينيات وبداية الألفية، أدركت السلطات أن القمع المباشر كالاعتقالات والمواجهات الأمنية في الشوارع يأتي بنتائج عكسية تماماً. صح، القمع غالباً ما يولد الانفجار، ويقوي التضامن ويزيد من تصلب الهوية وعنادها. البديل إذن هو الاستنزاف البطيء. تخيل كيف يتم توجيه التمويل والميزانيات على مدى 20 أو 30 عاماً. كيف؟ يعني الدولة قد توافق بسهولة على ضخ ميزانيات ضخمة لإقامة مهرجان للرقص الشعبي الأمازيغي بحجة جذب السياح والاحتفاء بالتراث، ولكنها في الوقت نفسه قد تعرقل أو ترفض تخصيص ميزانية ضئيلة جدا لترجمة كتب علمية أو أدبية حديثة إلى اللغة الأمازيغية. النتيجة إذن هي أن الأجيال الجديدة ستنشأ وهي تربط لغتها بالماضي فقط، بالرقص والأغاني القديمة. تحديداً،
الهدف هو تشكيل أجيال جديدة من أبناء المنطقة تكون قد فقدت ذلك الوعي النضالي الحاد الذي ميز الآباء والأجداد. عندما تنشأ كشاب وترى أن لغتك غير مفيدة في الحصول على وظيفة وغير موجودة في التكنولوجيا مثلا، ولا تستخدم في الجامعات والمختبرات، بل تراها فقط في المناسبات التقليدية والأعياد، فإن حدة تمسكك بها كقضية سياسية وحقوقية تتراجع بشكل طبيعي. تتقبل الأمر الواقع تدريجياً. النتيجة المرجوة من كل هذه الهندسة هي ذوبان الأمازيغية ببطء شديد تحت وطأة التعريب المفروض بحكم المؤسسات وتأثير الإسلام السياسي. هذا يوصلنا إلى النقطة المحورية في المقال بأكمله، وهي تحويل اللغة إلى مجرد أثر. يعني إذا لم تمت اللغة تماماً، فما هو الشكل الذي يسمح لها بالبقاء فيه؟ الكاتب يتحدث عن تحويلها إلى فولكلور. نعم، مفهوم الفولكلور هذا هو الانتصار النهائي للهندسة الاجتماعية بالنسبة لأي نظام شمولي. الأنظمة لا تمانع أبداً في بقاء الهويات إذا كانت مجرد فولكلور. إذا فكرنا في هذا المفهوم الفولكلور، يبدو الأمر وكأنك تأخذ أسداً حياً من الغابة وتصطاده، ثم تقوم بتحنيطه ببراعة وتضعه في واجهة متحف زجاجي. صورة معبرة جداً. يمكن لجميع الزوار أن يقفوا أمام هذا الأسد ويتأملوا جماله ويلتقطوا الصور التذكارية معه، بل وقد تفخر إدارة المتحف التي هي الدولة هنا بامتلاكها لهذا الأسد وتطبع صورته على الكتيبات السياحية. صحيح. لكن في النهاية هذا الأسد لا يتنفس، فقد حيويته، فقد قدرته على الحركة والصيد، والأهم من ذلك كله فقد زئيره الذي كان يرجو الغابة ويخيف من فيها. مثال الأسد المحنط يجسد بدقة مذهلة ما يعنيه التهميش الناعم. الأنظمة المركزية يا عزيزي تعشق الهويات المحنطة. عندما تقوم بتحويل ثقافة ضاربة في عمق التاريخ بكل حمولتها السياسية والفكرية والنضالية إلى مجرد أزياء ملونة ترتدى في الأعياد الوطنية، أو رقصات تقليدية تعرض أمام الوفود الأجنبية، أو أطباق طعام محلية، فأنت عملياً تجردها من أي فاعلية أو قدرة على تحدي السلطة. تصبح زينة فقط. مجرد زينة. يتم استدعاء هذه الهوية والاحتفاء بها في المهرجانات، ثم تعاد إلى الصندوق وتنسى تماماً عندما يتعلق الأمر بالسياسة الحقيقية والتشريع ومناهج التعليم ودوائر اتخاذ القرار. هذا مرعب. هذا الإفراغ من المحتوى هو أخطر بكثير من المنع المباشر، لأنه يعطي وهماً كاذباً بالوجود بينما يمارس المحو ببطء شديد، قطرة بقطرة. إذا حاولنا تجميع كل هذه الأجزاء المعقدة معاً، في النهاية الصورة الكبرى التي رسمها الكاتب في هذا المقال ليست أبداً صورة لدولة متخبطة أو بيروقراطية كسيحة تتجاهل مكوناتها عن طريق الخطأ أو سوء الإدارة. لا أبداً، ليس خطأً. بل نحن أمام نظام متكامل ومنسق، نظام يستخدم القوانين الدستورية ليس للاعتراف الحقيقي بل لسحب الذرائع، ويصمم مؤسسات مهمتها تعطيل اللغات بحجة تطويرها، تماماً كإعطاء أحدهم سيارة بلا محرك. صحيح. وهو نظام يغض الطرف عن خطاب التخوين لإشغال المجتمع في صراعات جانبية، ويستخدم الزمن جيلاً بعد جيل كأداة للهندسة الاجتماعية لتحويل الثقافة الحية إلى مجرد أسد محنط في متحف فولكلوري. هذا التلخيص يلتقط جوهر الطرح بشكل ممتاز، وما يجب التركيز عليه هنا قبل أن نختم هو أن هذه الآليات، رغم أن الكاتب يسقطها على السياق الجزائري وهيكلة الهوية الأمازيغية، إلا أنها تمثل دروساً عميقة جداً في علم الاجتماع السياسي، دروس تصلح للقراءة في مناطق متعددة من العالم وليس فقط في العالم العربي. يعني تتكرر في سياقات أخرى. بالتأكيد. فهم كيف يتم تفريغ الاعتراف الرسمي من محتواه يمنحنا جميعاً عدسة نقدية حادة جداً لقراءة الأخبار اليومية. في المرة القادمة التي يقرأ فيها أي شخص خبراً عن دولة ما، سواء في آسيا أو في الأمريكتين أو في أوروبا، تعلن فجأة اعترافها بلغة أقلية وتنشئ لها مجالس عليا.
لن يتم تلقي هذا الخبر بسذاجة على أنها نهاية سعيدة أو انتصار للحقوق. بل سيتولد تلقائيا سؤال تحليلي. بالضبط. سنسأل فوراً أين المحرك في هذه السيارة؟ هل نحن أمام تمكين حقيقي يترجم في المحاكم والمدارس والمستشفيات؟ أم نحن أمام فخ بيروقراطي جديد واحتواء مؤسساتي يهدف فقط إلى تجنب انفجار الشارع وتحويل القضية إلى مجرد مهرجان سياحي؟ وهذا هو بالضبط سحر الغوص في نصوص تحليلية من هذا النوع، أنها تغير الطريقة التي نستوعب بها العناوين الإخبارية البسيطة. لكن قبل أن نصل إلى ختام هذا الاستكشاف المعمق، هناك فكرة استفزازية تولدت من رحم هذا النقاش وتلح علي بشدة. تفضل، ما هي الفكرة؟ طوال الدقائق الماضية كنا نتحدث عن احتكار الدولة الحديثة للفضاء الجغرافي والسياسي والمؤسساتي، وكيف تستخدم هذا الاحتكار ببراعة لفرض هندسة اجتماعية تثيب الهويات وتحنطها عبر الزمن. ولكننا اليوم نعيش في عصر مختلف تماما. نحن في عصر الفضاء الرقمي والإنترنت اللامركزي والانتشار المرعب لأدوات الذكاء الاصطناعي. الفضاء المفتوح. نعم، التساؤل الذي أتركه مفتوحا للتأمل هو: إذا كانت المؤسسات التقليدية قادرة على خنق اللغات محليا، فهل يمكن لهذه العوالم الرقمية المفتوحة أن توفر ملاذا آمنا وفعالا يحمي هذه اللغات والثقافات من الانقراض؟ يعني بعيدا عن سلطة الدول ورغباتها الإقصائية؟ هذا سؤال كبير جدا. أم أننا، وهنا الجانب المظلم، يجب أن نكون أكثر حذرا ونتساءل عما إذا كانت خوارزميات التكنولوجيا الحديثة ستصبح قريبا أو ربما أصبحت بالفعل أداة الهندسة الاجتماعية الأكثر فتكا وتسريعا للمحو الهويتي. هل سيتمكن ذلك الأسد المحنط من إيجاد غابة رقمية حرة يزأر فيها ويستعيد حيويته، أم أن التكنولوجيا الحديثة ستتكفل بطمس حتى آثاره الفلكلورية؟ تساؤل مخيف ولكنه ضروري. إنها فكرة تجعل المرء يعيد التفكير طويلا في مصير كل الأقليات الثقافية واللغوية على هذا الكوكب، وكيف سيشكل المستقبل الرقمي هوياتنا. شكرا لكل من رافقنا في هذه الرحلة التحليلية العميقة. نلقاكم في الاستكشاف المعمق القادم.